بكلمكم وانا لسه مخلص النهارده الجيم سيشن بتاعتي. يعني من ضمن الحاجات اللي خلتني حريص على الجيم هو ان انا يعني حددت الواي بتاعتي او ليه اصلا انا بروح الجيم. يعني انا عرفته من بقى الكتب اللي قريتها بيساعد بشكل كبير جدا على ان احنا نحسن بقى من قدراتنا الذهنيه، اللي هو الموضوع اللي انا مهتم بيه. لان اولا لما انت تلعب باي سواء جيم او اي رياضه، اي حاجه فيها حركه بتخليك يعني بعض الهرمونات بيتم افرازها في المخ، اللي هي الهرمونات اللي بتساعد ان انت تبقى في مود احسن او مود كويس، زي اللي هي الدوبامين والاندروفين. وانت طبعا انت شوف نفسك كده، لو انت مثلا عايز تعمل حاجه، تقرا حاجه، عايز تذاكر حاجه، هل بيبقى افضل ليك تذاكرها وانت مثلا قاعد متضايق ومكتئب كده وقرفان، ولا مثلا وانت في مود حلو ومود ايجابي؟ اعتقد كلنا بنختار الحاله التانيه اللي هي ان انت تكون في مود ايجابي. فبالتالي الجيم لما انت تمارسه بانتظام بتساعد ان الهرمونات دي يتم افرازها، فبالتالي تبقى انت على طول في مود كويس، وبالتالي بقى تقدر تذاكر او تركز او تعمل اي حاجه انت عايزها.